طبعا دي واحدة من الحاجات اللي هي عملية التضليل الحاصلة، بتحاول تعيد تشكيل الوعي بتاع الناس، بتحاول تشير لأنه ثورة ديسمبر كأنها كانت خطيئة في تاريخ السودان وأمر يجب أنه الناس تستغفر منه. طيب عملية التضليل المنظمة دي بتستخدم زي ما قلت لك في محور سابق أحدث النظريات، وجزء منها يعني مثلا احنا وصلنا لمرحلة ما بعد الحقيقة. ما بعد عالم ما بعد الحقيقة، الحقائق فيه لا تقاس بالمعايير الموضوعية والعقلانية بقدر ما تقاس بالأحاسيس والمشاعر. إذا أنا واحدة من الحاجات في ظل الحرب من ناحية نفسية، إذا حاولت أصور للناس أنه في شخص أو مجموعة هي السبب في الانتهاكات وفي جرائم القتل التي حدثت لهم والحط من كرامتهم، وأحاول أحشد الناس دي لصالح مصالح شخصية في أنه يدعبوا تجاه هذه المجموعة السياسية. في نفس الوقت أنا اللي عملت الدعم السريع، وأنا اللي كونته، وأنا اللي سلحته، وكنت بحارب وبواجه وسجنت الناس اللي كانوا معترضين ديل. فشوف أنت ممكن من خلال عمليات التضليل الإعلامي تحول الخاين لبطل، والبطل لخاين، الشريف لفاسد، والفاسد لشريف. وظهرت هي فعليا اوريدي حصلت. لو راجعنا اللائحة الأولى تحت الاتهام بتاع جرائم الحرب، الأشخاص المتهمين اللي هم قريب 20 شخص، فيهم عدد من الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات، ما كان فيهم قايد في الدعم السريع. يعني شوف ذاته، يعني واحدة من الحاجات انه بتوري انه العدو الاساسي ما الدعم السريع، وحتى ممكن يوصلوا لاتفاق مع الدعم السريع. معقولة انت اول بلاغ تعمله يكون فيه حمدوك، ما يكون فيه حميدتي ولا اخوه ولا واحد من غير الدعم السريع؟ هل يعقل ذلك؟ يبقى معناته انت العدو بتاعك واضح، وتسعى لتصفيته واستغلال هذه الحرب لتصفية ثورة ديسمبر.